قرارات كهولية ضحيتها التلاميذ، صامدون للمناهج رافضون. هذه أبرز الشعارات التي رفعها تلاميذ المتوسط والثانوي في الإضراب الذي نظموها في مختلف ولايات الوطن، مطالبين بتخفيف الحجم الساعي لتصبح الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 زوالا، وتغيير المناهج التعليمية وتقليص البرامج، وكذلك تحسين الظروف المدرسية. هذا ولم يكتفي التلاميذ بمقاطعة الدراسة فقط، بل تعدى ذلك إلى الخروج إلى الشارع في مسيرات، حتى إن المناوشات بين التلاميذ والإداريين وقعت في بعض المؤسسات وقاموا بتخريب بعض الممتلكات. وكتب البعض على موقع فيسبوك: إضراب تلاميذ الجزائر أمر خطير وتحركه أياد خفية، في إشارة إلى ما وصفوها بالدولة العميقة التي تريد أن تقضي على ما تبقى من مستوى تعليم متميز في البلاد. في المقابل دافع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاجات التلاميذ بقولهم إنه من حقهم أن يعبروا عن آرائهم ومطالبهم، ويجب على الدولة أن تستمع لهم حتى لا تخرج أجيال غير قادرة على النقاش وإداء رأيها. بعد هذه الفوضى الكبيرة خرج وزير التربية محمد صغير سعداوي ليرد عليهم بالقول: أننا نسعى من أجل تخفيف الحجم الساعي، وعينا لجنة وطنية مختصة من أجل تغيير هذه المناهج التعليمية. ربما نقرأ منادات بعض أبنائنا بضرورة التخفيف من البرامج وتنظيم الدروس الخصوصية. احنا منسجمين مع هذه المسألة، طبعا يستزيد معرفيا بطريقة راقية، وما نسمحوش لأنفسنا أن أبنائنا يخرجون، ربما حتى يخرجوا إلى الشارع ويطالبون بكذا. احنا بدينا على كل حال الإصلاح هذا منذ مجيئنا، ربما تزامنت مع بعض أبنائنا يطالبوا بتخفيف البرامج. سيرون طبعا التخفيف هذا موجود فعليا في ممارستهم العملية وفي دراستهم العملية. هذا هو طبعا نداؤنا إلى أولياء التلاميذ، إلى الأسرة التربوية، في أننا نحمي أبنائنا من ربما حتى من الاستغلال في بعض الأفكار ربما التي تسيء إلى ويعني تؤثر على استقرار المدرسة وتؤثر على استقرار أبنائنا وهم يزاولون طبعا دراستهم. والغريب في الأمر أن هذا الإضراب توقعته اللبنانية ليلى عبد اللطيف منذ سنوات. الجزائر، المدارس والجامعات في الجزائر بتكون حديث الإعلام بسبب حصول تغيير شامل وكبير في المناهج التعليمية، وسنشهد حركة إرباك وبلبلة طلابية واسعة في الجزائر. كما سيطال هذا التغيير قطاع الموظفين مع قرار بزيادة الأجور في القطاع العام وارتياح شعبي كبير